فيما قامت وحدات خاصة بعملية نوعية تم خلالها تنفيذ غارة وتمشيط مناطق متقدمة في محور سفيان، وذلك بنجاح وبمهارة عسكرية وقتالية عالية، حيث تمكنوا من اقتحام وتدمير عدد من الأوكار التخريبية في تلك المناطق. ودمر أبطال قواتنا المسلحة والأمن سيارة القائد الميداني لعناصر الإرهاب والتخريب في منطقة آل سالم الإرهابي روح الله القطابري وإصابة مرافقيه، كما دمروا أحد أوكار العناصر الإرهابية في المنطقة ولقي العديد منهم مصرعهم وأصيب آخرون. كما وجه أبطال قواتنا المسلحة والأمن ضربات دقيقة إلى وكر خاص بالإرهابي علي عبد الله بختان وتدمير سيارة ورشاش عيار 12-7، حيث لقي 4 إرهابيين مصرعهم في الهجوم ويكنون بأبو كوثر وأبو عقيل وأبو بكيل وأبو ذر. فيما قامت وحدات عسكرية متخصصة بنزع الألغام والمتفجرات التي زرعتها العناصر الإرهابية والتخريبية في الطرق القريبة من تبة المنصة.